أنا اسمي صالح، عندي 21 سنة، من المنوفية، وبشتغل في المعمار. أنا مش من النوع اللي بيصدق كلام الناس عن الجن والعفاريت والكلام ده، بس اللي حصل لي في أبو قير خلاني أراجع نفسي 100 مرة. القصة بدأت لما جالي أنا وأربعة من زمايلي شغل في اسكندرية، وتحديدا في أبو قير. كنا مبسوطين جدا، شغل كويس وفلوس حلوة، وقلنا نقعد كام يوم نخلص الشغل ونرجع. أول ما وصلنا بدأنا ندور على شقة نأجرها، وما كناش لاقيين حاجة بسعر معقول، لحد ما قابلنا واحد سمسار في القهوة، راجل كبير كده شكله محترم ووشه بشوش. سمعنا واحنا بنتكلم وقال لنا: أنا عندي شقة تمام التمام وسعرها هيعجبكم قوي. سألناه السعر كام؟ قال لنا 150 جنيه في اليوم. احنا اتصدمنا، ازاي يعني؟ ده أقل من النص، احنا كنا بنشوف الأسعار كلها في حدود 450 في اليوم. فسألناه: هو الشقة ايه، صغيرة بعيدة فيها حاجة؟ ضحك وقال لنا: يا ابني رزقكم، صاحب العمارة مسافر وعايز حد يشغلها، دي نضيفة وزي الفل.